ونرجع تاني في الرد. بس النهارده هنرد على قراص وهو اللي جايبه لنفسه، انت اللي جبته لنفسك. ايوه، لما عملت الموضوع بتاع الراجل المهندس اللي عنده عربية جيب، معنى أدق دي عربية والده على حسب كلام عمه، ان هو خدها من وراه، وان هو نزل في شوارع كرداسة بطريقة جنونية. ان هو اول حاجة عمل خناقة مع صاحب احدى المحلات بسبب ركنة العربية، وبعد كده الناس لما اتلمت علشان يفضوا الخناقة كعادة ولاد اهل البلد الجدعين، لاحظوا ان العربية من الناحيتين حاطت عليها بوست لعلم اسرائيل. وطبعا ان الناس اتنرفزت جدا، وهو من خوف من الناس لما اتجمعوا وبيستفسروا انت ليه عامل كده. وطبعا الناس كانت مستفزة جدا من الحركة دي، وكانت في قمة عصبيتها بسبب الكراهية اللي موجودة في قلوبنا من زمان جدا وهتفضل موجودة للنهاية. فهو كان بيهرب وشاط ناس وسفلتهم تحت العربية. وغير كده وكده ان في عربيات وتوك توك اسفة وموتوسيكل اتخبطوا برضو، وكانت الاصابات سواء الجسمانية او المادية كبيرة جدا. فلقيت الاخ قراص بيقول لي يا طفلة هي مصر. انا مش طفلة، انا يعني واحدة ليا ما كانش وسطني، ما تقلتليش يا طفلة. طفلة في التصرفات والافعال، ماشي ماشي. هي مصر عندها علاقات دبلوماسية مع إسرائيل من زمان قوي. ليه متعجبة مصر وإسرائيل حبايب من زمان؟ انت وين عايشة على القمر؟ لا، انت الظاهر انت اللي عايش على القمر وجزر القمر وعايش في البطيخ وبتشرب من مية البطيخ. انت لا، اللي متعرفوش، ناخد بقى جملتك حبة حبة بقى، ماشي. انت ليه متعجبة حبايب من زمان؟ انت مين قالك يعني الجملة دي؟ انت على اساس ايه بتقولي الجملة دي؟ يعني انت اصلا يعني من دولة العراق واخواتي وعلى عيني وعلى راسي واحسن ناس، وليا على فكرة ناس متابعين كتير جدا من دولة العراق. انت بناء على ايه بتقولي الجملة دي؟ محدش قالها ابدا ولا يقدر يقولها ابدا. ليه؟ لان هم عارفين ان مفيش حاجة اسمها حبايب. دي حبايب قرايب دي كان في اغنية زمان، تمام. بس انت جبتها منين؟ انت عرفت منين؟ انت دخلت في قلوبنا؟ انت دخلت عندنا في حياتنا وعرفت مصر ايه تفكيرها ولا ولاد البلد ولا ايه؟ فانت بناء على ايه تقولي الجملة دي؟ على ايه؟ وانت بتقولي ليها علاقات دبلوماسيه مع مصر واسرائيل. على فكره دي اتفاقيات وكل دوله ليها علاقات، وفي دول اكتر من كده وانت عارف، وبيبقى علاقاتها مع اسرائيل اقوى بكتير، وفي ما بينهم مصالح مشتركه كتيره جدا جدا جدا. فانت شوف عندك انت بقى، لو انت عندكم كده انا ماليش دعوه، انا معرفش عشان انا ما اقولش كلام بالباطل، انا معرفش. بس انا بتكلم عن بلدي وانا عارفه ايه اللي بيحصل فيها. فما تقولش حبايب وقرايب ونصايب، مفيش الكلام ده خالص. بدليل ان لما حصل موقف زي كده ده كان رد الفعل الطبيعي من اهل البلد، مفيش حاجه اسمها حبايب، تمام. فما تقولش الجمله دي من فضلك، لان انت كده بتستفز، اسفه، بتستفزنا جدا جدا جدا. بحاول اجمح يعني جماحه نفسيه وما تعصبش عليه. فانت ما تقولش الجمله دي. احنا من زمان، من ابد الابدين، الكراهيه اللي في قلوبنا دي مش بتطلع ولا هتطلع. احنا بنشوف ايه اللي بيحصل وايه اللي بيتعمل وكده، ودي كراهيه موجوده من زمان جدا 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 ومتوارثه لحد اخر يوم، يعني لحد يوم القيامه. فما تقولش انت اللي عايش فين، انت اللي عايش على القمر ولا على المريخ ولا على زحل ولا اي كوكب من الكواكب. فما تقولش كلام انت ما تعرفوش، تمام. ولو عايز اقول لك اوصف لك اكتر ايه عندنا او ايه اللي في قلوبنا، ممكن اقولها لك في حلقات بقى منفصله. بس يعني بلاش تعصبنا كده، خلينا في الهداوه كده، تمام. وروح كل لك بقلاوه. سلام يا حلاوه.